النهاردة هنعمل الكشري المصري بكل التكات والخطوات بطريقة بسيطة. بس قبل ما نشوف الفيديو، لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة. أول خطوة معانا كوباية من الحمص المنقوع لمدة 3 ساعات. هغسله وهسلقه، وهضيف في المية معلقة صغيرة من الكمون والثوم المفروم والملح. هيحتاج تقريبا ساعة في السوى، وبعد كده هصفيه وهركنه على جنب. وهنا كوباية من العدس الأسمر، هسلقه نص سوا لأن هكمل السوا مع الرز، وبعدين هصفيه وهشيل من ميته كوباية على جنب. أما بقى لتحمير البصل، يفضل يكون النوع الأبيض. هقطعه شرايح رفيعة، وهضيف عليهم 2 معلقة كبيرة من النشا. هقلب البصل بالنشا كويس عشان يتوزع، وأنا مستخدمة 4 بصلات كبار. وأول ما الزيت يسخن هنزل البصل، وكمية الزيت مش غزير، يدوبك يغطي البصل، وبعد كده ههدي النار. وانا حمرت البصل في نفس الحلة اللي هعمل فيها الرز. هسيب البصل لحد ما يبخر ميته، وهتلاقي الكمية قلت. هنقلب كل شوية عشان يوصل للون الذهبي، وبعد كده هنخرجه على مناديل عشان يتصفى من الزيت. اما زيت البصل مش هيترمي، وهيكون ليه استخدامات كتيرة، وهو سر وصفتنا. شايفين لونه الذهبي وشكله المقرمش، وطالع معانا زي المحلات بالظبط. هاخد كمية من زيت البصل، هحمر فيه كوباية من الشعرية ومكرونة الاسباجيتي المتكسرة. هفضل اقلب لحد ما يوصلوا للون الذهبي. هضيف العدس المسلوق نص سوا، و2 كوب من الرز المصري المغسول. هشوحهم كويس، والخطوة دي مهمة عشان الرز يطلع معانا مفلفل. هضيف معلقة صغيرة من الكمون والثوم المفروم. أما بالنسبة للمية، فهضيف كوباية مية العدس اللي شلناها على جنب، مع كوبايتين مية مغلية. هضيف 2 معلقة صغيرة من الملح. وهنا لكل كوباية رز بتحتاج كوباية من المية، والكوباية التالتة عشان الشعرية والعدس. الكشري مش بيحتاج مية كتير، وأول ما يشرب المية ههدي النار وهغطيه، ولمدة 12 ل 15 دقيقة هيكون استوى. أما المكرونة استخدمت 250 جرام من النوع الصغير، وده المناسب للكشري. ضفت للمية ملح بس. وأول ما تستوي هغسلها كويس من النشا بمية فترة، وهرجعها للحلة تاني، وعليهم 2 معلقة كبيرة من زيت البصل. وبكده المكرونة هتكون مفلفلة ومش بتلزق، وواخدة لمعة حلوة. هنيجي بقى لصلصة الكشري. هنضيف 3 معالق كبار من زيت البصل، مع معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هفضل اقلب لحد ما الثوم ريحته تظهر، وبعد كده هضيف معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة، وهفضل اقلبهم لمدة دقيقة. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من الصلصة، وده اختياري، ممكن تستغني عنها. وهننزل 2 كوب من عصير الطماطم المضروب في الخلاط ومتصفي. هضيف معلقة صغيرة من الملح والسكر، والسكر هيظبط الطعم ويعادل حموضة الصلصة. وهضيف معلقة كبيرة من الخل. هسيب الصلصة على نار هادية لحد ما تتقل وتوصل للقوام ده. وهنا هنعمل الشطة.
2 معلقة كبيرة من زيت البصل، وأول ما الزيت يدفى هنضيف 2 معلقة كبيرة من الشطة. هفضل أقلب لحد ما يوصل للفوران والغليان اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده هنضيف كبشتين من صلصة الكشري اللي عملناها. الشطة هتترسب لتحت والزيت هيطلع لفوق، وناخد بالنا ان ده هيكون مركز وسبايسي جدا. آخر حاجة وهي الدقة، نص كوب من المية المغلية، عليها 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون، مع ربع كوباية من الخل، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ورشة فلفل، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة. هقلبهم مع بعض كويس، وكل اللي على الوش ده هيترسب لتحت، وهيكون عندك دقة زي المطاعم بالظبط. وبكده خلصنا كل تكات الكشري المصري الأصيل بتاعنا، وبجد لو عملتيه هيطلع معاكي زي بتاع المحلات بالظبط، بس هيكون أحلى وأنضف بكتير. تقدري تغرفيه بالترتيب والشكل اللي انت حباه. وانا غرفت الرز الأول فوقيه المكرونة، وضفت الحمص بشكل دائري حوالين الرز، وزينت الطبق بالصلصة والبصل المقرمش. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك. مستنية تعليقاتكم، ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة عشان دايما تشوفي كل وصفاتي، واشوفكم في فيديو جديد.